16 يوم بس، 2 أسبوع وكام يوم وهيبدأ كأس العالم. وفجأة إنتر ميامي بيعلن إن ميسي عنده إجهاد عضلي في العضلة الضامة ومفيش ميعاد محدد للرجوع. يا نهار، ده الرقم 10 بتاع أرجنتينا اللي كل الكوكب مستنيه. وكمان بص اللي حصل في مان سيتي، فابريتسيو رومانو أول. هير وي جو، إنزو ماريسكا وقع رسمي مدرب جديد لمان سيتي لحد 2023. يعني عصر بيب خلص فعلا، وماراسكا هيمسك الفريق بعد ما طرد من تشيلسي. فاصل جديد كامل. بس استنى، الرقم اللي هيوجعك، قائمة سبين للمونديال نزلت ومحدش ولا لاعب واحد من ريال مدريد فيها. صفر. أنا شايف إن ده مش صدفة، ده فلورنتينو، ويدفع تمن خلافاته مع الاتحاد، والريال بيخسر هيبته في المنتخب. وفي شغلة تخص كل واحد مصري. صلاح أعلن إنه هيحاسم وجهته الجاية قريب، وفي نفس الوقت بي بي سي أول ليفربول حدد بديله المفضل للصيف ده. يعني إحنا قدام نهاية حقيقية لعصر صلاح في إنفيلد، أو إنه بيلعب معانا لعبة أعصاب. والأهم، وولفسبورج بطل بوندسليجا سنة 2009 هبط الدرجة التانية لأول مرة في 30 سنة، خسروا من بادربورن 2 في المجموع. ياه، نادي بطل ألمانيا قبل 16 سنة بس دلوقتي في الدرجة التانية. كرة قدم بتعامل المحدش. وعلى المونديال برضه، كندا مدد عقد مدربه جيسي مارش لمدة 4 سنين كاملة لحد كأس العالم 2030. يعني الكنديين مبسوطين بشكل المنتخب قبل ما يستضيف المونديال أصلا. خد عندك ثقة على رأي الكنديين. طيب، أنا عايز رأيكم، لو ميسي ملحقش المونديال، أرجنتينا هتوصل لفين؟ نص نهائي ولا خروج بدري؟ اكتبوا لي تحت وأنا هرد عليكم. ويبقى لينا 16 يوم، نتقابل بكرة.